بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبي رسول الله، حبايب قلبي، هنعمل رز بسمتي مغسول طبعا ومتصفي من المية بتاعته. معانا هنا هو التوابل بتاعت الرز البسمتي، ومعانا عود قرنفل، ومعانا لومي، ومعانا ورق لورا، ومعانا حبهان، ومعانا قرنفل اهو. يعني 5 قطع كده هو قرنفل، و5 قطع حبهان، ورق لورا، والعود القرفة واللومي، ومعانا التوابل بتاعت دي من عند العطار كاملة فيها كل حاجة تمام بتاعت الرز البسمتي. معانا هنا هو بشر 2 جزرة. معانا هنا هو بصل مقطعينه حتت صغيرة. تمام. طيب هنعمل ايه؟ معانا الحلة بتاعتنا. هنحط في الحلة بتاعتنا، حطينا شوية زيت، وحطينا معلقة سمنة كبيرة. تمام. وهنجيب البصل بتاعنا ونرفع كله على النار. هنفضل نقلب فيه عقبال لما يدبل، يخش بس في الدبلان. نحط الجزر بتاعنا، هنسيبه كده اهوت ياخد ودني مع النار عقبال ما يدبل. حبايبي بصوا، داخله هيئه الصفار هنروح حاطين الجزر بتاعنا، ونفضل نقلب كده اهوت ونشوح فيه شويه. هنحط التوابل بتاعتنا كلها مع بعض. بصوا يا حبايبي، كوبايه الرز قدامها كوبايه ميه، بس في رز بيقبل ميه وفي رز لا. بدل ما يعجن منك، يعني مثلا عامله 4 كوبايات رز، اعملي 3.5 ميه، ولو عايز تبقي زودي عادي. تمام. لو عندك شوربه نعمل حساب الملح بتاعها يا حبايبي. هي الكوبايه بتاخد نص معلقه ملح، ما يكونش مليانه قوي، اللي هي الملح المعلقه الصغيره. تمام. يبقى احنا كده اهوت الكوبايه بتاخد كوبايه سوائل، اللي هو يا شوربه يا ميه، وتاخد نص معلقه ملح صغيره. وطبعا نعمل حساب الشوربه، لو الشوربه فيها ملح نعمل حسابها ونقلل خالص الملح، ولو عايز نبقى نزود. واحنا بعد ما نحط كل حاجه مع بعض، بعد ما تشوحوا شويه كده كل التوابل والجزر والبصل بتاعنا، البصل بتاعنا بيخلي الرز مسكر جدا. نفس الكوبايه اللي عايرتي بيها الرز هي اللي تعايري بيها الميه. حطيت 4 رز، تحطي 4 ميه. حبايبي حطينا الرز اهوت لما الشوربه بتاعتنا غليت جامد جدا اهو. هنقلبه في بعضه كده اهو. هنهدي عليه شويه، يعني ايه، هنسيب كده اهوت متعري 10 دقايق وبعدين نبغطيه اهو. بس نطمن ان هي اتقلبت كويس جدا، تقلب كله كويس جدا اهو. بصوا يا حبايبي، بصوا الرز اهوت كده اهوت يعتبر استوى. يعني هنقلبه مع بعض دلوقتي ونشوف. بيطلع هنا هوت ورق اللورا واللومي، وبيطلع هنا هوت القرنفل. كل الحاجات دي هننقيها ونطلعها بره عشان ما نضايقش حد في الاكل كده اهوت. تمام. هنلم ده كله ونشيله ونقلب كده اهوت مع بعضينا ونشوف. لو محتاجه شويه ميه تمام بنزود زي الرز العادي بالظبط، مش محتاجه خلاص يبقى كده هو تمام. بصوا مفلفل ازاي وجميل ازاي، بسم الله ما شاء الله. حبايب قلبي كده هوت الرز بتاعنا استوى. هنشيل منه ورق اللورا واللومي والقرنفل، الحاجات اللي بتطلع على الوش ديت. تمام، عشان ما تضايقش حد. الحبهان. وبعد كده هوت ان شاء الله باذن الله نروح عاملين ايه، مقلبينه. بصوا مفلفل ازاي، بصوا جميل ازاي حبايبي. بصوا بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا طبعا واحنا بنقلب لو قابلتنا حاجه، ايوه زي دي كده اهو اهو. بصوا الحبهان ده بيضايق برضو في الاكل، بس بيدي طعم وريحه تحفه تحفه تحفه. بصوا اهو. هنقلب. بصوا مفلفل، انا بس عايزه اوصل لكم الحته ديت. هيبقى جميل متقدم مع بطاطس متحمره، مع الشيش طاووق، مع كفته، مع اي حاجه حبايبي، هيبقى جميل جدا وبالف هنا. واللي يعمل الوصفه بتاعتي يا ريت يا جماعه يكتب لي في الكومنتات من فضلكم اي كلمه واي تعبير كده ان الفيديو عجبكم. وحبايبي ما ربنا ما يحرمنيش منكم يا رب، وربنا يديمكم في حياتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في شويه مكسرات اهم يا حبايبي. عندنا شويه مكسرات بقى اقل التكاليف خالص، شويه سوداني وشويه زبيب اهو. الزبيب ما دام اتنفخ كده اهوت نقفل عليه عشان خاطر ايه ما يتحرقش. خلصنا كده اهو اهو. ناخده كده اهو. الطبق بتاعنا السرفيس بتاعنا.
حبايبي بصوا الجمال وبصوا الحلاوه، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. الرز بتاعنا مفلفل وجميل، والمنظر العام. عملنا جنبيه كده هو الطماطم بشطه بملح بكمون بشويه توم. عملنا جنبيه شيش طاووق بألف هنا حبايبي.